واش بصح المغرب لقى البترول غير بالصدفه في بئر ديال الماء؟ هذا الخبر داير ضجه كبيره في الفيسبوك من بعد ما خرج الصديق امين امنير وقال لك واحد السيب كيحفر بئر وطلع ليه الذهب الاسود سائل وجاهز للاستعمال. واش هذا الشيء علميا ممكن ولا غير بوز وفهمه غلطه؟ اجي نفهموا الحقيقه. القصه وما فيها كتقول باللي واحد السيد كان كيحفر بئر وفاش وصل لواحد الغرق طلع ليه سائل كيشبه للنفط، وباش يتاكد جربوه في الموتور ديال البومبا وديمارا ليه عادي، وحتى الريحه كانت ريحه ديال المازوت. هاد السيد كيتحدى اي واحد يكذبو وقال لك السلطات في راسها الخبار. من الوهله الاولى كيبان لنا الخبر مفرح وكيحرك المشاعر، ولكن واش العقل كيقبل هاد الشيء؟ كاينين ثلاثه ديال النقاط كيخليو هاد القصه تكون مستحيله علميا وتقنيا. اولا، النفط الخام ماشي هو المازوت. البترول فاش كيخرج من الارض كيكون ماده لزجه، كيكون فيه الكبريت والغازات والشوائب. مستحيل تخدم به موتور بلا ما يدوز من عمليه التكرير في المصنع، والا غادي تحرق الموتور في البلاصه. ثانيا، الريحه. المازوت اللي كنعرفوه ريحته ناتجه عن معالجه كيميائيه، اما النفط الخام ريحته مجهده وقاصحه بحال الكبريت. ثالثا، العمق. ابار الماء كتكون قريبه، اما حقول البترول فخصها غرق الاف الامتار باش تطلع. ايوا الا ماشي بترول شنو هاد الشيء اللي طلع؟ التفسير المنطقي اللي وقع في بزاف د البلايص هو تسرب خارجي، غالبا كيكون شي خزان مدفون ديال شي محطه وقود قديمه وقع عليه ثقب وتسرب للمياه الجوفيه. هذاك كيكون مازوت واجد ومصفي، داكشي علاش ديما به الموتور. الخوت، خاصنا نكونوا واعيين وما نتيقوش اي حاجه لمجرد انها فرحاتنا. المغرب عنده مؤسسه رسميه اللي هي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، هما الجهه الوحيده اللي تقدر تاكد اكتشاف بحال هذا الحجم بالتحاليل المخبريه ماشي بتجربه البومبا. خليوا لينا في التعليقات واش فايت لكم سمعتوا بحال هذه القصص في مناطقكم، وتبارك الله عليكم.